سؤال، ليه جماعة ألمانيا بنصحوا كل واحد جديد يجي على هولندا، وليه جماعة هولندا بنصحوا كل واحد جديد يجي على ألمانيا؟ شو السبب وشو القصة؟ أنا بقول لك، وأنا رح أبلش فيك من ألمانيا. الإنسان اللي عايش في ألمانيا بيقول لك ألمانيا فيها عنصرية، ألمانيا إقامتها سنة، ألمانيا لما الشمل فيها بطول. يعني على مبدأ انه انا شايف سلبيات البلد، ولكن غض النظر على ايجابيات البلد. اذا بسألني حدا عن ايجابياتها، ما في ايجابيات، بذكر السلبيات. لكن انا بشوف الكاسة بس من طرف الفاضي، ما بشوف طرف المليان. المانيا فيها شغل، واللي بده مصاري يروح على المانيا، في شغل في مصاري. المانيا اقتصادها قوي جدا. يعني على مبدأ انه انا لو رايح على هولندا كنت اخذت اقامة ال5 سنين بدل اقامة السنة، تمام، بدل إقامة الحماية. وكنت هنيك بعد 5 سنين قدمت على الإقامة الدائمة، وبعد ما حصلت على الإقامة الدائمة بقدم فورا على الجنسية، وشروطها سهلة. كنت أخذت الجنسية واخذ سويت في حالي. هو بشوف هولندا كتلة من الإيجابيات، العايش في ألمانيا عم بشوف هولندا كتلة من الإيجابيات، والعايش في هولندا عم بشوف ألمانيا كتلة من الإيجابيات. لا يا حبيبي، هون في سلبيات وهون في سلبيات، وهون في إيجابيات وهون في إيجابيات. خلينا ندخل بجماعة هولندا. تعال يا حبيبي تعال. ما ذكرنا شغله صغيره، انه لم الشمل في المانيا كمان بطول له شوي، يعني بتاخذ اقامه سريعه، ولكن لم الشمل بطول كله على الحظ، على السنه ونص، سنه وشهرين، سنتين، الله العليم. خلينا ندخل بجماعه هولندا. اسمع، اللي بيجي على هولندا بعد ما يجي يفصل، بعد ما اول شيء يدخل لهولندا، بعد ما يدخل لهولندا بصور لك فيديو، الله اكبر خلصت انا ودخلت هولندا ومشي حالي. بعد ما يدخل يبرك، شوف الاجراءات طويله، يا ريت مالي جاي، يا ريت رايح على ألمانيا، ليه جابني أنا لهون؟ بدي أشتغل، ليش ما بشتغل؟ ليش حيطيني منطقة ريفية ما في حدا؟ بدك تصبر يا صاحبي، بدك تصبر. لا تطلع على هولندا من طرفها الإيجابي إنه والله إقامتها 5 سنين، وجنسيتها على ال5 سنين، وجنسيتها قوية يعني، وأوراقها قوية أقوى من ألمانيا. هولندا ما فيها شغل مثل ما فيها في المانيا. هولندا فيها شغل بس تحصل على اقامه وين من كان تشتغل، تمام، ولكن المانيا شغلها اقوى، اقتصادها اقوى، تمام حبايب. والعايش في هولندا بقول لك صاحبي في المانيا وفى اجار الطلعه، ولسه انا بيرك ما سويت شيء. لك يا اخي خلص، واحد بده يصبر. هون اقامه مش شهر ل 15 شهر، بتحصل عليها ب8 9 شهور 10 شهور سنه ونص، الله العليم. انه اخذتها على السنه خيو، بعدين قدمت لم شمل كمان حتكبر لك سنه خيو على السنتين، انشقت حالها. ما بقى تصبر، وصلت لوجهتك ما بقى تصبر. بني ادم طماع، يعني بني ادم طماع. ارضى بقسمتك ونصيبك في هالدنيا ولا تحسد غيرك. ارضى بقسمتك ونصيبك بهالدنيا ولا تحسد غيرك. خليك طبيعي، وخليك هادي وريلاكس مثل ما بقولوا، ومتفائل وصابر على اللي انت فيه. لا تقول لي لا تفكر في غيرك، فكر في مشوارك انت. شيلك من رفيقك اللي حصل على اقامه، شيلك من رفيقك الموجود في المانيا ضبل له عمله هيك، شيلك من هالشي كله. فكر بمستقبلك ونصيبك انت اللي رسمته بايدك، والله اللي اختار لك اياه. اصبر وكن على وجعك، ان شاء الله امورك بالسليم. ربي يسعدكم ويجمعكم بحباب قلبكم. السلام عليكم.